ميدان التحرير قلب مصر النابض من أكتر من 150 سنة. المكان اللي كان حلم الخديوي اسماعيل انه يحول القاهرة لباريس الشرق، بعد كده بقى رمز الثورة والحرية لمصر كلها. We recognize the import of these pictures. ميدان التحرير كان دايما منصة الشعب المصري، وحصل ثورات كتير هنا زي 19 1935 للمطالبة بالاستقلال، انتفاضة الخبز سنة 1977 لما الحكومة غلت العيش حصل ثورة، وأخيرا ثورة 25 يناير اللي غيرت التاريخ. Are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. القصة بدأت في ستينيات القرن ال19 لما الخديوي اسماعيل قرر انه يخلي القاهرة شبه باريس، فعمل ميدان ضخم على طراز الشانزليزيه، انا معرفش ده ايه بس هو ده الطراز بتاع ميدان التحرير، وسماه ميدان الاسماعيلية على اسمه اسماعيل باشا. الخديوي اسماعيل اللي استوحى تصميم ميدان التحرير من ميدان موجود في باريس اصلا، وهو ميدان شارل دي غول. لكن بعد ثورة 19 اللي كانت ضد الاحتلال الانجليزي، ميدان التحرير اتغير اسمه من ميدان الاسماعيلية لميدان التحرير، اثباتا ان احنا اتحررنا من الاستعمار الانجليزي. اللي حصلت هنا وكان مقرها كافيه ريش اللي احنا رايحينه كمان شويه، واحنا حرفيا احتلينا من ناس كتير قوي، من ضمنهم الانجليز والفرنسيين والرومان، اي حد ده ما تيجي تحتلنا. وده الايه موقع مصر متميز. خلاص. والاسم ثبت رسميا بعد ثوره يوليو، او اللي هي ثوره الضباط الاحرار، اللي هي كان فيها انور السادات، جمال عبد الناصر، محمد نجيب وغيرهم. كان هدفهم ان هم يطهروا الدوله من الفساد. يوم الثوره الفجر استولى الضباط الاحرار على مقر القياده في القاهره، واعلن السادات الصبح البيان اللي كلنا عارفينه، بيان الثوره. وفي خلال ساعات الجيش سيطر على الدوله بالكامل. الملك فاروق اضطر يسيب العرش لابنه احمد فؤاد الثاني، وساب مصر وطلع على ايطاليا من اسكندريه. وبعد الثوره او الانقلاب اللي حصل وقتها ادى لالغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. لكن بعد اغتيال الرئيس السادات 1981 ميدان التحرير غيروا اسمه لميدان السادات. وده يقول لك ان ليه مسميين محطه مترو التحرير مسمينها السادات، لان الميدان اصلا اتغير للسادات بس ما كانش متعارف عليه فرجع تاني للتحرير. اراهنك ان انت ما كنتش تعرف القصه دي. ، 25 يناير 2011 ميدان التحرير اتملى بجميع الشعب، كانوا بيطالبوا بمطلب بسيط جدا: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وقعدوا 18 يوم يهتفوا عشان يحققوا المطلب دوت. In the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. لحد ما تنحى الرئيس السابق محمد حسني مبارك 11 فبراير 2011. ومن أهم المعالم اللي حوالين ميدان التحرير المتحف المصري اللي بيحكي حضارة 7000 سنة، في كمان الجامعة الأمريكية ومقر جامعة الدول العربية. التحرير مش مجرد ميدان، ده قلب مصر السياسي والوجداني. كل حدث كبير مر على البلد كانت بدايته وريحته من هنا، من اول مظاهره خرجت منه لحد اخر علم اترفع عليه. فضل التحرير دايما شاهد على صوت الناس اللي حاولوا يغيروا التاريخ وفعلا غيروا. ويا عالم التاريخ هيتغير وهنضيف حاجه جديده ثانيه ولا لا؟ يلا بينا نطلع على حاجه جامده جدا. وانت فاكر ان القصص خلاص خلصت في الميدان؟ لا، المكان اللي ورانا ده تقريبا شاف اكتر من 5000 سنه ورا، وهو المتحف المصري. المتحف المصري اللي في التحرير يعتبر أقدم متحف في العالم كله، مش عارف مصر معلية على كل الكوكب ليه. ولو هتقولي إن المتحف المصري مش أقدم متحف، في متاحف قبل كده كانت أقدم، هقول لك لا، المتحف المصري هو أقدم متحف في العالم كله، لأنه أول متحف معمول عشان يكون متحف، مش كان حاجة قبل كده وبعد كده بقى متحف. فاهميني؟ في نص ميدان التحرير هتلاقي مبنى لونه بينك شوية أو أحمر، يعني لونه بينك، ماشي. أنا ما بفهمش في الألوان قوي، ممكن البنات هي اللي تفهم في الموضوع
الموضوع ده. يعني انا لما كنت بشوفه زمان مع بابا وكده كنت بفتكر ان هو قصر مش متحف. بعد كده لما رحت مع خالي وكده عرفت ان هو المتحف ده متحف فعلا. يعني جامد قوي. القصه بدات سنه 1835 لما محمد علي باشا قرر ان هو يمنع حوار تهريب الاثار دوت ويفتح حاجه يحط فيها المتاحف كلها. بداها الاول بحديقه الازبكيه لحد ما استقروا على مكان جديد. زمان اصلا لو ما تعرفش كانت الناس بتبيع اثار في الشارع كده. يعني ممكن تروح عند زي مثلا محل السوبر ماركت تروح تقول له عايز ب 5 جنيه اثار. بس 5 جنيه زمان كانت يعتبر 50,000 مثلا، ادي 5 مليون او 500 اللي هو ايه كانت رقم برضه. اللي صممه هو المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون. اي ثينك ان انا نطقت اسمه صح، يا رب يعني. وعامه تربه او قبر مارسيل دوت مدفون في المتحف. مش عارف حابب التصميم جدا لدرجه ان هو قال ان انا عايز يدفن جوه. والله المتحف افتتح رسميا في عصر عباس حلمي الثاني. كان جواه اكتر من 180,000 قطعه اثريه. كان جواه اعظم مجموعه فرعونيه في العالم وهي كنوز توت عنخ امون. انا سقعت شويه فخلينا نلبس الجاكيت من هنا ورايح. اللي حاليا اتنقلت للمتحف المصري الكبير. كانت وقتها هنا موجوده المتحف المصري دوت وكانت بتجلب حرفيا ملايين من الزوار. وجواه برضو مومياوات وتماثيل وتوابيت من كل العصور القديمه. خلينا بقى نروح نستكشف شارع طلعت حرب ووسط البلد ونوريكم كل الحاجات اللي موجوده فيها. فيلا بينا ما نضيعش اي وقت لان احنا معانا وقت قليل قوي وانتوا عارفين ان ده تقريبا تاني يوم اصور فيه الفيديو والدنيا بقت شتاء سبحان الله. بس خلينا نكمل الفيديو دوت لان الفيديو ده هيكون زي دوكيومنتري تاريخي عن تاريخ وسط البلد القاهره. شارع طلعت حرب فيه قهوة شكلها فرنساوي بس جواها قصص اتكتبت غيرت تاريخ مصر كله. حرفيا ثورة 1919 بدأت من هنا ومن نفس الترابيزات اللي جوه كان بيقعد نجيب محفوظ يكتب فيها رواياته. أم كلثوم ذات نفسها كانت بتيجي تغني في الكافيه دوت وهي صغيرة. حرفيا اللي ورايا ده مش كافيه، ده كان قاعة اجتماعات للتاريخ نفسه. فتعالوا نعرف شوية أكتر عن كافيه ريش بس خلينا نغير الجو ونرجع ل 2025. أهلا بكم في كافيه ريش. تعالوا احكي لكم قصته على جنب شويه. اتأسس كافيه ريش سنة 1908 على أنقاض قصر محمد علي. بناه واحد ألماني كده مش فاكر اسمه ايه وباعه لواحد فرنسي اسمه ريش. زي القهوة المشهورة في باريس اللي اسمها ريش. نموت احنا في باريس مش عارف ليه أي حد عايزين نبقى زي باريس. يا رب ارزقنا بزيارة باريس. المكان ده كان بيجمع أحمد فؤاد نجم ونجيب محفوظ وام كلثوم وناس حرفيا كانت تقيله في البلد. كانوا بييجوا في الكافيه دوت يقعدوا يشربوا اي حاجه، ما اعرفش كانوا بيشربوا ايه زمان بصراحه، بس هم كانوا بيقعدوا هنا يكتبوا الروايات بتاعتهم يعملوا الفن بتاعهم. فكان حرفيا ملتقى لجميع انواع الفن. بعد كده في سنه 1923 ام كلثوم غنت اول مره في الكافيه ده. كان في اعلان ساعتها مكتوب في الجريده بيقول ان انت لو عايز تيجي تحضر الحفله الكرسي ب 15 قرش. ما اعرفش بصراحه ده وقتها كان غالي ولا رخيص، انت رايك ايه يا حسين؟ غالي؟ رخيص؟ 15 قرش رخيص؟ لا اعتقد ان هو كان غالي. 15 قرش دي كان ممكن تجيب بيها 10 كيلو موز، ما الموز دلوقتي 35 جنيه. قارن بقى. كافيه ريش ما كانش بس مكان للفن، كان مكان لاهم احداث حصلت في مصر وهي ثوره 1919. ويقال وفي افلام كتير اتعملت عن الموضوع دوت ان تحت كافيه ريش في سراديب كانوا بيطبع فيها الجرايد والمنشورات عشان نقوم ثوره 1919. فحرفيا شعله الثوره كانت من الكافيه ده. بعد زلزال 1992 لقوا في سراديب تحت الارض وفي جواها طبعات كانت بتنشر ضد الاحتلال الانجليزي وقتها. كل ده كان موجود في شارع طلعت حرب، يعني فعلا وسط البلد مركز العالم وقتها. وحرفيا في فيلم شفته من قريب كان اسمه كيرة والجن، كان بيحكي عن قصه الاحتلال الانجليزي وقصه كافيه ريش دوت. لو انت ما شفتش الفيلم لازم تشوفه. في فيلم برضو لسه نازل قريب اسمه الست، بيحكي عن قصه ام كلثوم، برضو في نفس الاحداث بنفس كل حاجه. فدي حاجه جميله بجد ان انت تعرف تاريخ بلدك والحاجات اللي انت بتعدي منها كانت عامله ازاي زمان. نيجي عند
عند سينما راديو. سينما راديو تقريبا اتبنت سنه 1932. فاكرين لما الناس كانت لسه بتلبس بدل وطواقي جوه قاعات السينما؟ هي اتبنت وقت المده دي. سينما راديو كانت اكتر من مجرد سينما، كان مكان للمسرح والفن وحاجات تانية كتير قوي. منها خرجت أحلام وأفكار غيرت وعي جيل كامل. وبعد السنين لما الكاميرات بقت ديجيتال والناس اتغيرت، رجعت تاني راديو للحياة لما باسم يوسف عمل فيها برنامجه، والمبنى ذات نفسه اتجدد وبقى فيه كافيهات من جوه وبقى مركز للفن الجديد. بتتمشى في وسط البلد هتلاقي مطاعم كبيره قوي زي كرم الشام، بلبن، بازوكا والكلام دوت، بس احنا اخترنا النهارده ناكل من كشري التحرير دوت في شارع طلعت حرب جنب بلبن وكرم الشام. وعشان احنا جعانين جدا دلوقتي فهنخلص كشري التحرير وهنروح على اول حلواني اتعمل في مصر. فخليكم اكسايتد بقى عشان تعرفوا الحلواني ده حلواني. اوكي، احنا معانا حسين معانا النهارده، هو بقى هيقول لنا ازاي الكشري بيتعمل. كان ويتر في كشري التحرير وشاف اصحابه اللي لسه شغالين من كام سنه 10 سنين ما عندهمش حياه. يلا ما هيكونش حد سباق. فالمهم قول لنا احسن طريقه يا حسين ازاي نعمل بيها كشري. امسك المايك معاك اهو. هي الحاجه عامه كلها بتتعمل بمكن. الشيف وكل اللي في المطبخ لازم يبقوا لابسين نت على دماغهم عشان الشعر وجلافز. هو بالنسبه لي بيبقى كشري مميز جدا، حتى في طعمه مميز، في كل حاجه، في طريقه العمل بتاعته، في الشطه، في كل حاجه. بس ولازم دايما بيطلعوا الحاجه سخنه. الباميه اصلا بيبقى سخن، بيبقى تحتيه هيتر بيسخن كل حاجه عشان تبقى سخنه. نفس الكلام في الصلصه، هتغيروا الميه كل نص ساعه مثلا. بس كده. انا كنت ويتر، كنت بقدم الطلبات، ما اعرفش الطريقه بتعمل ازاي. وسط زحمة وسط البلد في مكان شكله عادي، بس الحقيقة إن هو من أقدم وأهم الأماكن اللي موجودة في وسط البلد. تعالوا أعرفكم على حلواني جروب بي. المكان دوت اتفتح سنة 1891، يعني تقريبا بقاله أكتر من 130 سنة لحد دلوقتي موجود. وهو تقريبا أول مكان يقدم الحلويات الأوروبية لمصر. كانت تورتة، شوكليت، آيس كريم، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل جروب بي. بما إن المكان كان مفتوح قديم جدا، يعني 1891، فكان هنا بيقعد بشوات وملوك وفنانين. كان طبيعي تلاقي نقاشات مهمة بتحصل على الترابيزات دي. يعني احنا بنركز دايما على الأماكن اللي كان بيجوا فيها ناس حرفيا بتغير شكل مصر عامة أو شكل العالم. حتى الديكور نفسه لسه محافظ على شكل القاهرة الخديوية زمان، لسه محافظ على الروح الحلوة والجميلة القديمة دي. تحس إن أنت رجعت بالزمن لورا شويتين ثلاثة. جروب بي مش مجرد محل حلويات أو أقدم محل حلويات في مصر، ده شاهد على زمن كانت وسط البلد فيه مختلفة، وكان فيه القعدة ليها طعم حلويات. وطبعا بما اننا جينا في شارع طلعت حرب فما ننساش اول حلواني موجود في شارع طلعت حرب. اللي ما جربش العبد يا جماعه وايس كريم العبد ما جربش ايس كريم في حياته تقريبا يعني. بس يا سيدي، ودي كانت قصه العبد، ومن بعدها بدا يفتح بقى فروع كتير جدا في الجمهوريه، بس هو ابتدى القصه من هنا. فشابوه العبد. يلا بينا انا وحسين نجرب ايس. يعني انت عايز تاكل بطعم ايه؟ توت؟ مفيش توت هنا. في؟ ماشي. غالبا مش هجرب حاجه والله، شبعان. الكشري قفلني، ده دسم، فاهم اللي هو دخل. اسمها ايه؟ قفل. دكه. ايه؟ لكم عليا. وسط البلد مليانه اماكن محدش لسه ذكرها، وانا ذات نفسي ما ذكرتهاش. يعني انا يعتبر الفيديو دوت كنت بوريكم الحاجات اللي موجوده في وسط البلد، او اشهر الحاجات اللي موجوده في وسط البلد حاليا. في طبعا حاجات مش مشهوره وحاجات لسه عايزين نستكشفها. فقولوا لي رايكم، الفيديو ده عجبكم تدي له كام من 10؟ اكتب لي في الكومنتس وقول لي عايزين نروح فين المنطقه الجايه، وقول لي لو في اماكن في وسط البلد انت عايزني اصورها ولا لا. بس كده يا سيدي، كان معاكم زين حسين، اشوفكم في فلوج جديد. سلام.